سأعرض اليوم بعض الأشياء حتى نقيم الحجة على هؤلاء، وهذا سيكون من ألسنة الروافض. بعضهم يقول لك العوام ما لهمش علاقة والعوام طيبين وعوام الشيعة والكلام ده كله. سأسمعك الآن في مداخلة على إحدى القنوات، على قناة صفا تقريبا، للشيخ مصطفى العدوي. دخلت امرأة شيعية، دي النساء، ماذا فعلت؟ اسمع كده، ماذا فعلت هذه النجسة عندما دخلت إلى بث الشيخ مصطفى؟ اسمع. السلام عليكم. عليكم السلام. معاكم أم محمد من بغداد من العراق. شيخ عندي سؤال إذا ممكن. تفضلي. كم مرة؟ هل هي مرة أم مرتان أم ثلاث أم أربع؟ كم مرة زنت عائشة بحياتها لعنة الله عليها وعلى أبيها وعلى نهجها وعلى أتباعها المغرب؟ حسبنا الله فيك. دول العوام اللي انتوا بتقولوا، اللي سلام عبد القوي والاشكال دي اللي هي بتوع المحورجيه، يقول لك لا 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 العوام ما بيسبوش، ده العوام بسطاء وما لهمش علاقه. هذه امراه اخرها تقطع بصل في المطبخ، داخله تتهم زوج رسول الله بالزنا صراحه، تقول له كم مره فعلت كذا وكذا وكذا. هل هؤلاء المسلمون؟ الجماعه المحورجيه اللي مصدعين دماغنا على وسائل التواصل الاجتماعي، على اليوتيوب والفيسبوك وتويتر وكل هذه المنصات. هذه امرأة تسأل الشيخ كم مرة، والله لا أستطيع أن أنطقها، لكن ناقل الكفر ليس بكافر. كم مرة فعلت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ما برأها الله عز وجل منها، 3 ولا 4، ولعنتها ولعنت الصديق رضي الله عنه، الصديقة بنت الصديق، الشريفة بنت الشريف، العفيفة بنت العفيف، الطاهرة المطهرة من فوق 7 سماوات، أم عبد الله أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنها وعن أبيها. هكذا هم عوام الشيعة للمغفلين الذين لا زالوا إلى اليوم يرددون هذا الكلام. اسمع كده مرة أخرى. السلام عليكم. عليكم السلام. معاكم أم محمد من بغداد من العراق. شيخ عندي سؤال إذا ممكن. تفضلي. كم مرة؟ هل هي مرة أم مرتان أم ثلاث أم أربع؟ كم مرة زنت عائشة بحياتها لعنة الله عليها وعلى أبيها وعلى نهجها وعلى أتباعها المغرب؟ حسبنا الله فيك، حسبنا الله فيك، حسبنا الله فيك، حسبنا الله فيك. هي لن تكتفي بذلك على فكرة، يعني اسمع للآخر كده، هي لن تكتفي بذلك، بل هتدخل باسم تاني وتسب مرة أخرى، ويعني يعني هكذا هم الشيعة. يعني اللي عارفهم ممكن يغير اسمه، يسمي اسمه عمر، يحط صورة شيخ من المسلمين أو شيء حتى يدخل، وهذا من مذلة الله عز وجل لهم أن يتسموا بأسماء أعدائهم حتى يدخلوا فيسبونه. وهذا والله لن يطال أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، ونحن نعتقد أنها رضي الله عنها الآن في الجنة، تتنعم في الجنة، بينما هؤلاء المشركين الذين يتهمونها في عرضها ويل لهم يوم القيامة من الله عز وجل، ويل لهم ويل لهم. وهي الآن تتنعم في الجنة ولن يضرها ذلك، وإنما أراد الله عز وجل أن يجري لها الحسنات في قبرها، فجعل هؤلاء الأنجاس الأرجاس أبناء الزنا أبناء المتعة يتهمونها في عرضها، ووالله ما قذفوها إلا ابتلاهم الله عز وجل بالزنا، فأغلبهم لا يعرف آباؤهم، وأغلب نسائهم الزائرات المتمتعات الزانيات اللي هم بيروحوا يتمتعوا دول يتهمونها في عرضها، فأبى الله عز وجل إلا أن يطعنوا في أعراضهم. اسمع. يعني وصل الأمر بامرأة بغدادية. طبعا الشيخ مصطفى رجل مؤدب، يعني دي لو عندي أقسم برب الكعبة لمسحت بكرامة اللي جابوها الأرض. الشيخ مصطفى يعني ما يعرفش يتعامل مع الأشكال دي، لكن اسمع كده مرة. شيعية رافضية إلى أن تنال من أم المؤمنين عائشة بهذه الطريقة. على كل، وكما قال القائل: ولو أن كل كلبا ألقمته حجرا لأصبح الصخر مثقالا بدينار.
كناطح صخرة يوما ليهنها فلم يضرها وآوها قرنه الوعل. فماذا نقول في هذه المؤمنين عائشة رضي الله عنها ومن الصديق أبي بكر؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. السلام عليكم. اسمع، ستدخل لتسب أم المؤمنين عائشة مرة أخرى. اسمع. ألو أم عمر من العراق. غيرت اسمها. شوف، من مذلة الله عز وجل أن يتسموا بأسماء من يبغضون. سمت نفسها أم عمر. السلام عليكم. وعليكم السلام. أنا صراحة أريد أن أرد على أم محمد وأقول لها ويلكم تسبون أم المؤمنين عائشة. نفس الأسلوب القذر اللي بيعملوه على التيك توك أو في أي مكان. خش يتكلم كلمتين حلوين وفي الآخر يسب. بيستفيدوا إيه من السب؟ والله لا أدري. يعني ما استفادتهم من أن يسبوا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها؟ والله لا أدري. اسمعك. التي قال الله برأها من فوق 7 سماوات وقال إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحزنوا. تقيم الحجة على نفسها. تقيم الحجة على نفسها من كتاب الله عز وجل لتعلموا أن هؤلاء كفار ما هم على الإسلام طرفة عين. هؤلاء والله ما هم على الإسلام طرفة عين، سواء عوام أو علماء، كلهم كذلك يعلمون الحق ولكن أكثرهم يكفرون، أو كلهم يكفرون. والله يعلمون الحق. اللي يقول لك أصل العوام الجهلة وما جهلة، لا والله. يا إخوة، إذا كانوا قبل ذلك كانوا يعذرون بالجهل. القنوات الفضائية زي صفا ووصال والإخوة اللي على التيك توك وعلى اليوتيوب في كل مكان الآن لم يعد لهم حجة أبدا، فالحجة قائمة عليهم. الحجة قائمة عليهم، وكثير منهم بفضل الله عز وجل أسلم. اللي يقول لك دول جهلة والكلام ده، لا لا لا، هذه ليست بجاهلة، هذه تعلم كلام الله عز وجل ثم تكذبه. اسمع. بشر لكم بل هو خير، والرسول يقول فضل عائشة على الإسلام كفضل الثريد على سائر الطعام. والله يا شيعة أقسم بالله إنه عائشة زانية وقحبة وملعونة وكافرة وكلبة وحق. استغفر الله. شفت؟ هذه دول العوام. شوف، يعني أقامت الحجة على نفسها أولا، ثم بعد ذلك سبت أم المؤمنين عائشة واتهمتها بما برأها الله عز وجل منها. فاللي يجي معلش، ما أنا آسف، يعني كلب محورجي يقول لك هؤلاء إخواننا المسلمين وأقرب إلينا من اليهود، بل والله هم أشد خطرا من اليهود، أشد خطرا من اليهود. تقول لي هؤلاء أقرب إلينا؟ كيف أقرب إليك؟ بأي دين أقرب إليك؟ بأي دليل أقرب إليك؟ أنا همكم، أنا غمكم، أنا شحمكم، أنا سمكم في السر والإعلان، أنا تمرة الأحباب حنظلة العداء، أنا غصة في حلق من عادى.